السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي في قناة أمل كيتشنز تي في. اليوم سأقدم لكم طريقة بسيطة لتخزين الطماطم في فصل الصيف خطوة بخطوة، وسأشرح لكم لماذا يعتبر الصيف أفضل وقت لهذه العملية. تابعوا معي. يتميز فصل الصيف في تونس بوفرة الطماطم، فهذا النوع من الخضروات يكون متوفرا بكميات كبيرة في الأسواق. كما تمتاز الطماطم في فصل الصيف بجودتها العالية، فهي تكون ناضجة تماما، غنية بالعصارة وحلوة المذاق، ما يجعلها مثالية للطهي والتخزين. كما أن هذه الفترة من العام تمتاز بانخفاض سعر الطماطم مقارنة بباقي الفصول. يعد تخزين الطماطم من العادات التونسية التقليدية، حيث تقوم الأمهات والجدات بتخزينها لاستخدامها طوال السنة، خصوصا في فصل الشتاء حين تكون الطماطم نادرة وأقل جودة. المرحلة الأولى من العملية هي تنظيف الطماطم. بعد أن قمنا بشراء الطماطم بكميات جيدة بالطبع من السوق، لأن هذه الكمية ستكون مناسبة للتخزين، سنغسلها جيدا بالماء لإزالة الأوساخ والشوائب، ثم نقوم بإزالة أو رمي الثمار الغير صالحة أو التي تظهر فيها عيوب واضحة. بعد ذلك نحضر قدرا من الماء ونضعه على النار حتى يغلي. سنحدث شقا صغيرا بشكل إكس أسفل كل حبة طماطم، ثم نغمر الطماطم في الماء المغلي لمدة 30 ثانية فقط. نخرجها مباشرة ونضعها في ماء بارد، وذلك لإيقاف عملية الطهي، ولأن هذه الخطوة أيضا ستساعدنا على تقشيرها بسهولة. سنقوم بتجميع الطماطم المقشرة في وعاء واسع. بعد ذلك باستخدام السكين سنفتح حبات الطماطم إلى النصف تقريبا، ثم نقوم بعصرها لنتخلص من الماء والبذور الموجودة فيها، لأننا نرغب في الحصول على صلصة طماطم بقوام سميك جدا. بعد أن نقوم بهذه العملية ونتأكد من أن كل كمية الطماطم قد عصرت من الماء، سنضعها إما في كسكاس واسع أو في مصفاة، ونضع تحت الكسكاس أو المصفاة وعاء كبيرا حتى يتجمع فيه الماء الذي لا يزال عالقا بحبات الطماطم بعد غليها في الماء. سنترك الطماطم جانبا لفترة من الوقت حتى نتأكد من أنه تم تصفيتها تماما من الماء. بعد ذلك سنقوم بتقسيم الطماطم إلى قطع، ثم ننقلها إلى وعاء واسع أو قدر كبير، ونقوم بطهيها على نار متوسطة مع التقليب. لن نضيف أي مكون آخر، لا ملح ولا زيت، فقط الطماطم. في كل مرة سنقوم بتفقد القدر وتحريك الطماطم جيدا. تجنبوا استخدام قدر من الألمنيوم، بل استخدموا أواني صحية، لأن الطماطم تحتوي على ماء عالي الحموضة، ونظرا لاحتوائها على هذا الماء الذي يمتاز بحموضته العالية، يمكن أن تحصل بعض التفاعلات الكيميائية التي قد تتسبب في أضرار على صحتكم، لذلك حذري من استخدام هذا النوع من الأواني. إذن أعزائي، سنترك الطماطم تغلي وتطهى حتى يتبخر جزء كبير من الماء وتصبح الصلصة أكثر كثافة.
لكن احرصوا دائما على التقليب حتى لا يلتصق الطماطم بقاع القدر. عندما نتأكد تماما من أن أغلب كمية الماء قد تبخرت، سنقوم برفع القدر عن النار وتركه جانبا حتى يبرد. بعد ذلك سنستخدم إما مطحنة يدوية أو خلاطا كهربائيا لطحن الطماطم. سنقوم بهذه العملية حتى إنهاء كل الكمية، وبذلك نحصل على صلصة طماطم ناعمة وجاهزة للتخزين. بالنسبة لمرحلة التخزين لديكم خياران: إما أن تقوموا بطحن الطماطم وهي ساخنة ونقلها مباشرة لقوارير أو مرطبانات زجاجية معقمة مسبقا، ثم غلقها مباشرة ووضعها جانبا حتى تبرد، يعني أننا سنملأ هذه العلب الزجاجية بصلصة الطماطم الساخنة ونغلق هذه العلب ونتركها في حمام مائي لفترة معينة تقريبا 20 دقيقة، أو أننا نقوم بقلب هذه القوارير وتركها جانبا حتى تبرد تماما، وبعد ذلك تقومون بتخزينها في مكان بارد وجاف ومظلم. أو لديكم خيار ثانٍ، وهو توزيع صلصة الطماطم على أكياس بلاستيكية مخصصة لتخزين الأطعمة والأغذية أو حتى علب غذائية. بعد ذلك تضعون هذه الأكياس أو العلب في الفريزر، ويمكن أن تبقى محفوظة لعدة أشهر. قد تصل فترة التخزين من 6 إلى 9 أشهر، ولكن يجب عليكم القيام بذلك عندما تبرد صلصة الطماطم بشكل كلي. لا يجب تخزين الطماطم في الفريزر وهي ساخنة. إذن لديكم خياران: إما استخدام أكياس بلاستيكية خاصة للتجميد، أو استخدام علب بلورية، وبذلك تبقى الطماطم مخزنة لفترة طويلة جدا. وهكذا نكون قد حضرنا أعزائي صلصة الطماطم بطريقة تقليدية وصحية دون مواد حافظة لنستخدمها في كل أطباقنا طوال السنة. فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا في التعليقات: هل تخزنون الطماطم في البيت؟ وما هي طريقتكم الخاصة، أي الطريقة التي تعتمدونها للقيام بذلك؟ إلى اللقاء في فيديو جديد. دمتم بخير.